السلام عليكم ورحمة الله، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة يا رب. النهارده هعمل فول معاكم وهسوي بليلة وهسوي ترمس، وان شاء الله الطريقة تعجبكم. ده كيلو فول، جبته ونقيته وغسلته غسلة كويسة وغطيته كده بالمية. هدي بقى عليه النار يستوي على نار هادية. وانا مش بحب اضيف للفول اي حاجة، بحب اسويه كده بس لوحده، وما شاء الله بيطلع جميل. ههدي بقى عليه النار خالص يستوي على نار هادية. هو بيستوي بعد ساعتين. وده غلة بليلة جايبة ربع كيلو. غسلتها برضو غسلة كويسة وغطيتها كده بالمية. ههدي برضو عليها النار تستوى. ما شاء الله البليلة بيبقى طعمها حلو ومفيدة. حبيت بقى اعمل لكم بليلة وترمس في نفس الفيديو بتاع الفول. وهنا الترمس برضو نقيته وغسلته، هسويه. والترمس من الاكلات برضو الجميلة ومفيد جدا، ومن الحاجات الحادقة اللي بتبقى في التلاجة كده بيبقى طعمه حلو من ضمن التسالي. هنا بقى بوريكم والبليلة بتغلي كده على نار هادية. حبيت بقى اعمله كله كده في يوم واحد. انتي برضو لو مش متعودة تسوي الحاجات دي، لا حاولي تعمليها. حاجات بسيطة ومش مكلفة وبتفرق في الطعم، واي بيت ما بيستغناش عنها. هنا بقى الفول بيغلي، هديت عليه النار. هي المية مغطياه، بس هو اول ما بيبدأ يستوى بيعوم كده على الوش، بعد كده بيبقى كويس. هنا بعد ما استوى، وهنا ما شاء الله لونه جميل من غير ما اضيف له اي حاجة، لون الفول ما شاء الله حلو. هسيبه بقى يهدى شوية وهضربه في الخلاط. هنا حبيت الفول مستوية، هتهرسيها بالشوكة بتتهرس عادي معاكي، بس انا متعودة اضربه في الخلاط. بحب القوام بتاعه يبقى كريمي كده وناعم. لكن انتي حابة تسيبيه كده ما شاء الله مستوي حلو. هضربه بقى كله في الخلاط وما شاء الله بيطلع كمية كويسة. انتي ممكن تسوي نص كيلو بس، ومش لازم قدرة فول، انا عندي قدرة بتشيل نص كيلو، بس انا مسوية كيلو فمسوياه في الحلة. واي نوع حلة ينفع ان انتي تسوي فيها فول، ألمونيا او تيفال. اي نوع حلة مفيش مشكلة يعني، بتسوي الفول عادي. بحب بقى اضربه في الخلاط عشان يبقى قوامه ناعم كده وكريمي. وانا يعني على طول ما بشتريش فول من بره خالص. حاجه انت عاملاها بايدك واثقه في النظافه بتاعتها، ما شاء الله بيبقى حلو في البيت. اي بيت ما بيستغناش عن طبق الفول كعشاء او فطار. والفول ليه كذا طريقه كمان، يبقى ما شاء الله بكل الطرق بيبقى طعمه حلو. هنا بوريكم بقى القوام بتاعه كريمي كده وحلو وطلع كميه حلوه. هنا بقى هعبيه في اكياس واحطه في الفريزر. الحاجه اللي بتعمليها في البيت ما شاء الله بيبقى يعني بتبقى حلوه افضل كتير ما تجيبيها من بره. هنا بقى هعبيه بالطريقه دي كده. وهنا هعمل فول على بيض. دي زبده. ممكن تحطي زيت او سمنه حسب ما تحبي. ما شاء الله بيبقى حلو في الفطار كده، فول على بيض مع كوبايه شاي بلبن. يا رب فيديوهاتي تكون بتعجبكم يا رب، وتشتركوا كده في القناه عشان تكبر وتنجح بيكم يا رب. وبشكر كل اللي اشترك في القناه، ربنا يفرحكم زي بتفرحوني. هنا بقى البيض كان استوى، هنزل بالفول. هضيف له بقى شويه ملح، وما شاء الله كان طعمه حلو. وبقول اللي لسه ما بتدمسي فول في البيت، لا والله دمسي يعني. حاجه حلوه مش وحشه، وافضل كتير ما تجيبيه من بره. جربي بس نص كيلو كده وهيبقى حلو معاكي. بس اهم حاجه تهدي عليه النار. لما بيستوي على نار هاديه ده بيفرق في الطعم. ولو بعد ساعه كده تشوفيه، لو احتاج ميه زوديه، بس تكون ميه سخنه مش ساقعه. هنا بقى كنت خلصت الفول خلاص. طلع ما شاء الله كميه كويسه. هشيله بقى في الفريزر. المعوز بقى اطلع كده قبل ما اعمله بنص ساعه كده بيفك، ويبقى طعمه ما شاء الله حلو. وهنا الترمس استوى شطفته، هحضره بقى واحطه في التلاجة. بسيبه لمدة يوم في التلاجة، حدقه بيبقى حلو كده ونبدأ ناكل منه.
بتبقى حاجة حلوة كده من ضمن التسالي، وترمس مفيد جدا. كده بقى هغطيه واحطه في التلاجة. وهنا البليلة استوت. حبيت بقى اوريكم اللي انا يعني بحب اكلها كده. هحط شويه في طبق كده بمعلقه سكر. ما بحبهاش باللبن، مع ان اللبن مفيد وبيبقى طعمها حلو باللبن، بس انا بحب اكلها كده. وما شاء الله بيبقى طعمها حلو وجميله برضو في الشتا كده. بناكل يعني ايه، تعمليها كده وتسخنيها كده، حاجه سخنه بتدفي وحاجه مغذيه. هفضيها بقى في البوله دي، احطها في التلاجة. وممكن تشيليها في اكياس كده مع الفول وتحطيها في الفريزر، لما تحبي تطلعيها تاكليها، تطلعيها قبلها كده بنص ساعه بتفك اكنك لسه عاملاها. ولو ضفتي عليها لبن بتبقى جميله برضو وحلوه. هنا بقى كنت خلصت خلاص بوريكم. يا رب الفيديو يعجبكم وتشتركوا كده في القناة عشان تكبر وتنجح بيكم. والسلام عليكم ورحمة الله.